ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده برغم ان انا بجد تعبانه، بس كان نفسي اصور علشان بجد كان عندي كام حاجه عايزه اقولها ومكنتش لاقيه لها تايتل، فقلت خلاص بقى انا هعمل الفيديو والتايتل ده هسيبه بعدين اتفاهم انا وتشات جي بي تي فيه. المهم، الكلام اللي في الفيديو ده بجد انا كنت نفسي حد يقولهولي بدري شويه، بس it's okay, it's never too late عادي. المهم ان انا عرفته في الاخر، فقلت لازم اقوله لكم عشان انتوا كمان بجد محتاجين تسمعوا بدري، محتاجين تسمعوا بدري على قد ما نقدر. يلا بينا نبدأ. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان انا جبت النوت بوك بتاعتي معايا. اول نقطه، والنقطه دي مهمه جدا بجد، والموضوع ده مش بس يخص العلاقات، لا ده كمان لو انتي في شغل او علاقات صداقة، انتي محتاجة ان انتي ما تطوليش في مكان انتي لا تنتمي ليه، او انتي مش حاسة ان انتي متقدرة في المكان ده، انتي حاسة ان انتي مش بتاخدي اللي تستحقيه في المكان ده، سواء اهتمام سواء حب سواء تقدير في شغلك، ايا كان اللي انتي حاسة ان انتي تستحقيه انتي ما بتاخديهوش. امشي وحاولي تمشي بدري. ولو لا قدر الله انت قعدتي مثلا سنين في الشغل ده او سنين في العلاقة دي سواء صداقة او اي حاجة تانية، بلاش تقولي حرام. يعني ايه؟ يعني بلاش تقولي حرام انا هضيع، مثلا انت قعدتي في علاقة الصداقة دي مثلا سنين وخلاص انت حسيتي ان انت فعلا مش هينفع تكملي في العلاقة دي، بلاش تقولي حرام اضيع صداقة 6 سنين علشان حاسه ان انا يعني مش متقدره او اي حاجه تانية. لا، مش حرام ما تضيعيش وقت زياده على حاجه انت ممكن تلحقيها في كده. يعني انت شفتي ان انت خلاص مثلا علاقه الحب دي انت مش متقدره فيها، مش بتاخدي الاهتمام كفايه ايا كان اسبابك، او انت حتى مش حاسه ان انت مبسوطه وخلاص، امشي ايا كان عدد السنين اللي انت قعدتيها، امشي. بلاش تقولي حرام اصل الشخص التاني ده هيتأثر، حرام اصل انا قعدت مثلا 5 سنين في العلاقة دي، فحرام ارمي 5 سنين في الارض. اتقالت في وشي يا رانيا حرام ارمي 5 سنين في الارض وامشي. كان بالنسبة لي غريب قوي، اللي هو طب خلاص يعني اتس اوكي، روحي ضيعي الباقي السنين حياتك عشان انتي زعلانة على 5 سنين. يعني نعم. تاني نصيحة، وهي الصراحة جملة قريتها على بنترست وعجبتني قوي، هقراها لكم زي ما كانت مكتوبة بالظبط: تفويت المتعة المؤقتة لبناء استقرار دائم ليس خسارة. يعني ايه؟ يعني انتي مثلا قاعدة دلوقتي وانتي عارفة ان انتي المفروض تقومي تعملي رياضة، بس انتي قاعدة مرتاحة. كون انتي قاعدة مرتاحة وبتسكرول على تيك توك، دي متعة مؤقتة. تفويتها ان انتي تضيعي عليكي المتعة المؤقتة دي علشان استقرار دائم، عشان انتي تصلحي مثلا شكل جسمك، تخسي وتعملي رياضة وكده، مش خسارة. يعني ما تفكريش ان خسارة الوقت اللي انا قاعدة مرتاحة فيه اضيعه واقوم العب رياضة، لا مش خسارة ابدا، عمرها ما كانت خسارة. ولو انتي مثلا الناس كلها بتصحى الصبح بدري تجري على شغلها، والناس اللي مثلا بتشتغل من البيت تصحى الصبح بدري عشان تلحق تعمل اليوم، وانتي بتصحي الساعة 11 وبتقولي اصلا اليوم مش بيكفي ان انا اعمل حاجة. لا، اصحي بدري، اصحي بدري علشان تقومي تشوفي ايه وراكي، تقومي تشوفي رياضة هتعمليها، تقومي تشوفي اكل هتعمليه ليكي، تقومي تشوفي لبسك، تقومي تشوفي حياتك، تدوري على شغل، تشتغلي من البيت، يا ستي اعملي اي حاجة بس قومي بدري، اصحي بدري. تفويتك لمتعة النوم بجد مش خسارة، لان انتي بتدوري على استقرار دائم. فكري صحيانك بدري ده وكون ان انتي بقيتي برودكتيف طول اليوم، هل ده هيكون خسارة ليكي قدام؟ ابدا، عمره ما هيكون خسارة ليكي قدام. فكري الحاجة اللي انتي هتعمليها دي هتفيدني ال5 سنين اللي جايين؟ اكيد طبعا هتفيدك ال5 سنين اللي جايين. تالت نصيحة انا بجد ما كنتش قادرة افهمها لولا ما عشتها في كذا موقف: الإناء المراقب لا يغلي أبدا.
كم مرة وقفنا قصاد اللبن مستنيينه يغلي وما بيغليش غير لما بنلف ظهرنا؟ كم مرة وقفنا قدام كنكة القهوة مستنيينها تغلي وما بتغليش غير برضو لما نلف ظهرنا؟ طول ما انتي واقفة ومستنية المية تغلي مش هتغلي، هتاخد وقت اكتر بكتير. مش لان هي فعليا هتاخد وقت اطول، لأ، بس لان طول ما انتي مستنية الحاجة، الانتظار بيحسسك ان الوقت اطول بكتير من هو الوقت الفعلي بتاعها. يعني انتي مثلا قاعدة مستنية سفرية، طول ما انتي قاعدة مراقبة الساعة ومراقبة الوقت ومراقبة التاريخ ومراقبة كل حاجة، صدقيني اليوم بتاع السفرية ده مش هيجي. هتحسي ان هو حتى لو فاضل عليه مثلا 4 ايام هتحسي ان عدى سنة. هو ايه الوقت ليه مش راضي يمشي؟ هو الوقت بيمشي عادي، بس انتي طول ما انتي مراقبة الحاجة هتطول اكتر بكتير، او انتي هتحسي بالوقت اكتر بكتير. حاولي الحاجة اللي انتي مستنياها تغضي البصر عنها شوية علشان الدنيا تمشي وما تحسيش بالموضوع ده. وبجد ده موضوع فرق معايا انا شخصيا. اول لما بدأت اغض النظر عن حاجة خلاص حسيت ان الدنيا بدأت تمشي طبيعي. عايزة اقول حاجة كمان، ودي بجد مهمة. بجد انا عارفة ان انا كل نصيحة بقولها لكم بقول ان هي مهمة، بس دي اهم واحدة. خليكي حنينة على نفسك. يا جماعة الدنيا قاسية بشكل مش طبيعي. الدنيا قاسية والناس اللي حوالينا قاسيين، ظروف الحياة كل حاجة حوالينا قاسية. كفاية يعني مش هنبقى احنا والدنيا على نفسنا. خليكي على الاقل انت الجانب الحلو في حياتك، انت الجانب اللي بيطبطب، انت الجانب اللي بيريح، انت الجانب اللي بيسمع كلام حلو. بلاش تكوني انت كمان قاسية، يعني حرام. دي 5 نصيحة. بصوا يا جماعة، انا شفت فيديو والله على تيك توك وبجد الموضوع ده فرق معايا. قالت ما تنسوش اذكار الصباح والمساء اكيد، لان الدنيا خلاص بقت متعبة لدرجة ان احنا مش هنقدر لوحدنا. يعني احنا عايزين ربنا معانا. يعني تخيلي مثلا انت لما يكون معاكي حد اليوم كله بيساعدك واي مشكلة معاكي بيحلها كل ده، تخيلي الحياة هتبقى اهدى ازاي واخف عليكي ازاي. تبقى هادية واخف كتير، مش تبقي شايلة هم حاجة وكل الكلام ده. فما بالك ربنا. عارفة لما تبقي ماشية اللي هو يا رب كفاية ان انت معايا بس. فقولي اذكار الصباح والمساء علشان احنا مش قد الدنيا لوحدنا، مش قد ان احنا نعافر في الدنيا لوحدنا. بنعافر وبنقسى وبنروح هنا وبنعمل وبنحفر فعلا في الصخر، بس احنا محتاجين حد معانا على كل الحياة وكل الظروف دي. احنا مش هنقدر لوحدنا. فقري اذكار الصباح والمساء وما تنسيهاش. 6 نصيحة، هما الاتنين ليهم علاقة بالدين شوية، 5 و6. بس الانسان خليكي متأكدة ان هو بيؤجر على حزن قلبه. يعني انتي لما تكوني زعلانة انتي بتؤجري على زعلك ده. لما تكوني حزينة تخيلي ربنا قال ان انتي لو شكك دبوس، بس دبوس، انتي بتؤجري على الشكة دي. وانا في مواقف كتير بتحصل معايا ببقى عارفة ان انا بؤجر عليها او بؤجر على كتماني لاحساسي. فببص كده للسما اللي هو بقول كفاية يا رب ان انت عارف، كفاية ان انت شايف وشاهد، كفاية ان انا بؤجر على كل لحظة انا سكت فيها او كل لحظة انا هديت فيها او مردتش او مثلت ان انا كويسة قدام ناس علشان ما يشيلوش همي. عيني هتدمع. فخليكم متأكدين ان بجد احنا بنؤجر على كل حاجة. النصيحة دي قد تبدو لكم ان هي تافهة او بديهية جدا، بس هي صدقوني مش بديهية خالص. كون ان انتوا بتقدموا خير ده مش معناه ابدا 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 ان انتوا هتاخدوا خير. كون ان انتوا بتقدموا حسن نية وتعامل كويس مع الناس ده مش شرط ابدا ان انتوا برضو تتلقوا حسن نية وتعامل حلو من الناس. ليه؟ انتي بتعملي ده عشان دي طبيعتك انتي، مش شرط الناس كلها تبقى طبيعتها زي طبيعتك.
في ناس اصلا طبيعتها سيئة النية، هم بيسيئوا الظن بسرعة في الناس. في ناس هي دي طريقتها، هم كده يعني. مش دايما هتقابلي الناس الحلوة الكيوت اللي كلها خير من جواها، لا. وده مش معناه انت تبطلي تدي خير وتدي حب وتدي حنية وكل الكلام ده، لا. بس خليكي في حدود، اعرفي الشخص اللي قدامك كويس الاول، كويس قوي، وبعدين اعرفي هتدي ايه وبتدي ايه قد ايه. يعني انت مثلا بتدي اهتمام، ما تدلدقيش اهتمام، لان وارد يكون الشخص اللي قدامك ده عنده حاجة بس انت مش شايفاها، هتكتشفيها لما تدي خير. فبالراحة واحدة واحدة ادي حاجة بسيطة، شوفي اللي قدامك ده هيردها بايه، شوفي اللي قدامك ده في الموقف هيرجع يتعامل معاكي زي، وهكذا. فخليكي زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، حطي حدود مع كل الناس، واقرب الاقربون. شوفي اقرب الاقربون حطي معاهم حدود، مش عشان هم وحشين ولا عشان انتي وحشة، بس دي حدودك الشخصية، حدودك انتي بس. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. الفيديو ده انا حبيته قوي عشان انا الصراحة كنت قاعدة برغي كده ومبسوطة، والتعب اللي كان فيها خلاص حاسة ان هو راح من كتر ما انا بحكي وبرغي. بس اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، سواء اكيد عجبكم، انا ما بعملش حاجة وحشة. اوكي، باي باي.